انا اكثر اشي بيقهرني بالدنيا من الناس اللي بتيجي تسوق الادب وهي عمرها ما كانت مؤدب. انتوا جمهور رونالدو والمدريديه بالاخص نازلين تسبوا على حفيظ الدراجي وعلى عصام الشوالي، وليش؟ لانهم حكوا الصح وهم ما غلطوا. انتوا هيك، انتوا مش مؤدبين، دائما بتغلطوا على العالم ودائما بتسبوا الناس. شايفينهم هدول اللي بيعلقوا هاي التعليقات؟ هم نفسهم اللي بفوتوا علينا على الخاص وبسبونا. شوفوا المسبات اللي اجتني، ليش؟ لانه انا دافعت عن رونالدو وحكيت على حفيظ دراجي. سبوني وسبوا شرفي، ما خلولي من الزنار وتحت، وهاي جزء من الرسائل اللي اجتني، ولسه الرسائل الثانية اوسخ. ليش؟ لاني انا دافعت عن رونالدو. واللي بيجي يتفلسف ويقول لك توني كروس ما هو دعم هدولاك، وهيكم بتدافعوا عنه وبتقولوا عنه الافضل بالتاريخ. طب ما هي طفلكم المدلل دعم هدولاك، واللي بيجيب سيرته برضه بتسبوا امه واخته. فلا تعملوا حالكم انبياء على ظهورنا، وهاي هي حقيقتكم. تخيل يا عزيزي المشاهد هاي المسبات، ليش؟ لاني دافعت وحكيت عن كريستيانو رونالدو. بعد هذا الاشي هو ضل فيها، اقسم بالله العظيم قرفت التيك توك، وحابب اني ابطل انزل وابطل افتح، اقسم بالله من ورا هاي الناس المريضه اللي على التعليقات وعلى الكومنت بتسوي لك حالها ما شاء الله عليها وهي من جوا اوسخ منها ما في. هم بالحقيقه ما ببدلهم بقشره بصل. فالله يرضى عليك لا تسوق الاحترام على الناس وانت اساسا مش محترم.